السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله بإذن الله تعجبكم. هنعمل النهاردة القراقيش السادة بطريقة سهلة وبسيطة، ومكونات كمان مش معقدة، كلها حاجات سهلة وبسيطة، والطريقة مفيش اسهل من كده. معايا هنا كيلو الا ربع من الدقيق، ومعايا باكت من الخميرة، وعليه معلقتين كبار من السكر. وهنحط الخميرة على السكر وننزل بربع كوباية من المية بالشكل ده كده، وهنقلبهم مع بعض كويس قوي. عشان السكر ده خشن شوية، فبدأت ان انا اقلب فيه شوية حلوين. يعني لو السكر بتاعك ناعم هيدوب بسرعة كده. خلاص كده هركن بقى الخميرة بتاعتي تتفاعل كده مع السكر على جنب كده، وهنبتدي بقى ان احنا نحط رشة من الملح على الدقيق، رشة كده من الملح. ومعايا كمان هنا سمسم، معلقتين كبار من السمسم، معلقتين كبار من السمسم ورشة من الملح، وهنقلبهم حلو قوي. القراقيش بتبقى حلوة قوي في الجو الساقع ده كده، مع كوباية شاي بلبن او كوباية شاي كده. بتبقى حلوة كده، وحاجة بتسقسقي كده وانت قاعدة كده تحت البطانية كده، حاجة دفى كده، قمة في الدفى يعني. فهنعمل بقى على كيلو الا ربع من الدقيق ده هنعمل كوباية من السمنة. وطبعا كل نص كيلو دقيق بياخد كوباية. طبعا معانا كوباية، معانا كيلو الا ربع من الدقيق، فهنحط كوباية وربع من السمنة. طبعا تقدري تحطي سمنة على دقيق، على سمنة على زيت، او سمنة بس زي ما انا عملت كده، انت وراحتك. يعني انا عملت بسمنة بس، ما حطيتش بصراحة زيت. بس يعني انا بعملها ساعات بزيت وسمنة، يعني ربع سمنة على 3/4، ربع من الزيت على 3/4 سمنة. النهاردة عملت بسمنة خالص، ونزلت كده بالشكل ده كده بالكوباية والربع السمنة بتاعتي على الكيلو الا ربع من الدقيق. وبدأت كده ان انا ابس السمنة بالدقيق كويس اوي. الخطوة دي زي ما احنا متفقين في اي نواعم بتكون اساسية معانا، علشان البسكوت بتاعك او القراقيش بتاعتك تبقى دايبه كده دوب. لازم تبسي الدقيق بالسمنه كويس قوي، كل حبايه دقيق تكون متغلغله كده بالسمنه زي ما بنقول. الخطوه دي زي ما قلت لكم يعني ضروريه جدا جدا معانا. اهو بالشكل ده كده تضغطي كده على شويه السمنه بالدقيق كده، تلاقيهم اتكتلوا بقى زي الكتله. تضغطي ضغطه بسيطه عليهم تلاقيهم بقى زي حبات الرمل. هو ده المطلوب. هننزل بقى بالخميرة بتاعتنا كده، خلاص كده تفاعلت كده وبدأت تعمل فقاعات كده. فهننزل بقى بالخميرة والسكر على الدقيق والسمنة، ونديهم كده تقليبة. ونبتدي بقى ان احنا ننزل بالمية تدريجيا. في المرحلة دي بقى ممكن تنزلي بلبن على مية، او لبن بس، او ميه بس زي ما انا عملت النهارده كده. بس عايزه اقولك على حاجه، لو هتعجني بلبن ما تعمليش كميه كبيره، لان اللبن ما يعني بيخلي الحاجه عمرها قصير شويه. انما لو هتعجني بميه اعملي كميه كبيره براحتك خالص، واحتفظي بقى في علبه تلاجة تقعد معاكي بالاسبوعين والثلاث اسابيع ما يجرالهاش اي حاجه. انما الحاجه اللي بتبقى معجونه بلبن خالص بكتيرها اسبوع وطعمها بيغير بعد كده. وعايزه اقول لكم كمان القراقيش لما بتتعجن بالميه بتبقى مقرمشه قوي وبتبقى جميله جدا. فبدات بقى ان انا انزل بالميه بتاعتي تدريجيا حبه بحبه كده. اهو بالشكل ده كده، مكان السمنه ما احنا سيحنا السمنه حطيت شويه ميه، وبدات ان انا انزل حبه بحبه كده على القراقيش بتاعتي لحد لما تلم معايا. عايزه اقول لكم كمان ان بلاش تعجني كتير في عجينه النواعم، سواء قراقيش او بسكوت، لان بتعضم وبتنشف، ما بتبقاش دايبه. فانا يا دوبك بنزل بالميه وباخد كده من جوه لبره ومن جوه لبره كده بالشكل ده كده. ما بحاولش ان انا الت واعجن فيها زي العجينه اللي هي بتاعه القرص الطريه وبتاعه المخبوزات والكلام ده كله. المخبوزات بتحتاج عجن زياده، انما النواعم، الحاجات اللي هي بتبقى البسكوتات، ما بتبقاش عايزه عجن كتير. بالشكل ده كده العجينه ما شاء الله لمت معايا وبقت طريه.
حطيتها بقى على جنب كده ترتاح شوية. ومعايا الصاج بتاعي هنا. النهارده هنشكل القراقيش بطريقه سهله جدا، مش هنعمل زي ما احنا متعودين حته ونقعد نفردها ونقطع، لا 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 لا، احنا هنعمل طريقه سهله جدا وبسيطه قوي اهو بالشكل ده. طبعا لو الصاج بتاعك مربع هيكون اسهل كمان عليكي، والشكل هيكون منمق اكتر. بس انا ما عنديش او مش متاح عندي دلوقتي غير المدوره دي، فحاولت على قد ما اقدر ان انا افرد ال القرص بتاعتي القراقيش، معلش اعذروني متلخبطه. فزي ما انتوا شايفين كده فردتها بالشكل ده كده، وهبتدي ان انا اقطعها بالسكينه. مش عارفه المقطع ده راح فين، بس مش عارفه يعني. انا بدات ان انا اقطعها صوابع بالشكل ده كده بالطول وبعدين بالعرض لحد ما ادتني الشكل الحلو ده. ودخلتها الفرن طبعا، ولعت النار من تحت الاول، ولما الجوانب احمرت كده ولقيت الارضيه احمرت ولعت كمان الشوايه من فوق ووطيتها خالص بحيث ان القرقيش بتاعتي تتحمص حلو قوي. بسم الله ما شاء الله، ده شكلها لما طلعت من الفرن. عايزه اقول لكم بقى على الريحه، كانت في البيت قلب الدنيا ما شاء الله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كانت متحمره اللون، اخده اللون ذهبي من فوق ومن تحت، مع ان الفرن بتاعي مفيش فيه شوايه. بس هديت النار علشان تستوى حلوة قوي. وكمان التسوية مهمة جدا، التسوية بتاعت القراقيش مهمة جدا، لازم النار ما تكونش عالية وتتشعوط منك وتاخد لون بسرعة وتكون عجينة من جوه. لا، هدي النار، ولما تاخد اللون من تحت ولعي الشواية برضو من فوق وبرضو هديها، وسيبي القراقيش تنشف كده وتتحمص وتاخد اللون الذهبي الجميل قوي ده اهو بالشكل ده كده ما شاء الله. طبعا كانت لسه سخنه فمش عارفه امسكها يعني. طلعتها بقى بالشكل ده كده، وهبتدي بقى ان انا اجيب صينيه مفروده او اي حاجه اقدم فيها. وده طبعا الصاج اللي هو الكبير المدور. انا عملت كمان صاج صغير، صينيه كده صغيره هتشوفوها دلوقتي. لا هي مش صغيره قوي يعني، هي وسط كده. وبدات بقى ان انا اخد القراقيش بتاعتي لما سبتها لما بردت شويه علشان ما تتكسرش مني لما تشد كده شويه. فبدات بقى ان انا اجيب صينيه كده وابتدي ان انا ارص عليها القراقيش بتاعتي. في المرحله دي اقدر امسكها عادي خالص اهو بالشكل ده. عايزه اقول لكم ان كانت في الوقت ده مقرمشه جدا وريحتها كانت تحفه وقلب البيت كله. حسستني كده باجواء العيد كده وليله العيد كده، والريحه بتاعت الكحك والبسكوت ما شاء الله كانت يعني ريحتها حلوه قوي اهو بالشكل ده كده ما شاء الله. بتكسر كده، كنت نفسي اسمعكم الصوت والقرمشه بتاعتها عامله ازاي. وما كلفتناش حاجه يعني. انت ممكن تبقى السمنه موجوده في البيت، ولو مش موجوده في البيت هتجيبي لك ربع كيلو سمنه، ما كملتيش 30 جنيه. الدقيق برضو هتجيبي ب20 جنيه دقيق، يعني كل الموضوع مش هيكلفك 50 جنيه. شوفي الكمية اللي انت عملتيها دي ب50 جنيه، شوفي كام قطعة قراقيش، وحاجة بقى بصنع ايديكي بقى ونظافة البيت وحاجة كده اللهم بارك خير، كل ده خير في البيت. شوفي لو انت بتجيبي الكمية دي من اي مخبز هتجيبها بكام. ما شاء الله ما شاء الله. يعني دي كده الصينية المدورة. هطلع دلوقتي الصينية التانية من الفرن. آه طلعت كده الصينية ما شاء الله، كانت سخنة نار طبعا. هسيبها برضو تستهدى كده من النار شوية اهي بالشكل ده كده. انا بدأت بس ان انا اعيد على التقطيعة بالسكينة علشان هي اصلا يعني مش لازقة ولا اي حاجة ما شاء الله. كانت يعني بتتقطع مني بكل سهولة. بعيد بس كده على التقطيعة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وهي لسه سخنة. طبعا تقدري تحشيها عجوة، هنعمل اللي بالعجوة مرة تانية بإذن الله. بس انا النهاردة انا حبيت اعمل السادة لان انا الصراحة بحب اكلها بالجبنة، فاحنا هنا في البيت بنحب السادة اكتر. بسم الله ما شاء الله، شايفين الجمال؟ شايفين الصوابع كلها قد بعضها واللون من تحت ذهب ومن فوق حاجة كده ما شاء الله اللهم بارك اهو بالشكل ده كده. هسيبها تبرد شويه وهبتدي ان انا انقلها برضو في الصينيه ديت. وهتشوف بقى علبه تلاجة كده بغطا كده محكم، وهحطها الاول في كيس نايلون كده شفاف
وهربط الكيس طبعا عشان ايه ما يخشلهاش اي هوا عشان ما تطرش معايا. وعايزه اقول لكم بقى بالف هنا وشفا جنب كوبايه شاي كده في الصبح لما تقومي من النوم، جعتي بالليل ومش عايزه حاجه تكون تقيله، هتاخدي قرقشتين جنب كوبايه شاي. ما شاء الله ما شاء الله، حاجه كده تفتح النفس، وكفايه ان هي من صنع ايديكي، ويا رب تجربيها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.